السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة، ما انا قلت لكم انا مصر على حقي، وقلت لك هرجع لك تاني يا سيسي اشحن الموبايل واكلمك تاني. مش انت سبب اللي احنا فيه؟ اهو انا في الشارع اهو، تمام؟ انا في الشارع يا ناس. بصوا بقى، انا مش هقعد اندب على حظي، انا حقي لازم اخده، عشان انا شايف ان في تواطؤ في قانون اللجوء اللي انا واخده. يا جماعة، المفروض ان انا اخد لجوء سياسي، وهما ما يحبش يقولوا لي ان انت واخد لجوء سياسي، يقولوا لي انت حالتك خاصه شويه، تمام؟ انت حالتك كزيكا خاصه شويه، فاهم؟ انت وهي. انا بس بكلمك الموضوع ده يا جماعه، ركزوا عشان انا في خطر. بص، ده كان اللجوء اللي وريته قبل كده، تمام؟ تاريخ الاصدار كان 16 ماي 2023، 16/5. طبعا 17/5 كان طلب اللجوء هينتهي، طلب اللجوء مش اللجوء ذاته، تمام؟ حصل. طب ايه يا زيكا؟ رحت، طبعا كانوا عاملين لي الميعاد 17، يوم 17/5 موافق يوم جمعه، تمام؟ رحت قبلها بيوم، ما هو ما ينفعش. هيقول لك انت ما جيتش ليه يوم 17؟ فانت تسبق الوقت، تسبق احسن ما تيجي من بعد يقول لك لا استنى بقى نعمل لك 6 شهور تانيين بالطلب اللجوء بتاعك ده، وننظر في اللجوء بتاعك، لان الحاله بتاعتي اصلا كانت خطيره، لسه خارج من الحبس، اتحبست اكتر من 70 يوم، تمام؟ الدوله الجزائريه حبستني 70 يوم، وكانت هتسلمني على باب المطار، واتضربت واتهنت، وحقي مش هسيبه، مش ظابط. لو راجل اشوفك، ما انا لسه في الجزائر، دي نقطه. يبقى انا يوم 16/5 خدت اللجوء، بعد طلب اللجوء اللي ربنا اراد والهمني من كام سنه ان انا لازم اعمل لجوء. حسيت بخطر مراتي بقى، طليقتي الخاينه الحركيه، صح يا جزائريين؟ مش بتقولوا عليهم حركه؟ مش بتقولوا على الخونه حركه، صح؟ الحركيه باعتني طبعا، ونصبت عليا وسرقتني، تمام؟ وانا هنا متبهدل، بكمل بهدلت وقدها في الجزائر ولا في اي بلد عربي. يا جماعه، انا شفت في مصر الذل وما رضيتش بيه، انا شفته في بلدي، ما كنتش بسكت عليه، ما كنتش بقبل ظابط يمد ايده على جيبي يفتشني. والله دي طبع فيا يا جدعان، اتربيت على كده، معلش. فانا خدت يوم 16/5 اللجوء ذاته، لان كنت متقدم ايه؟ طلب اللجوء، تمام؟ فانا الان معايا يوم 16/5 من هنا، من 16 ماي للسنه الجديده برضو 16/5 اللي جاي معايا سنه لجوء. طب انت معلش في كلمه، كل ما اجي لك تمطح فيا، مش عايزين نجي المفوضيه. يا جماعه، انا بلجأ لحقي في المفوضيه الساميه لحقوق الانسان. انا مش جاي اشحت من حد، انا مش جاي اطلب حاجه من حد، انا بطالب بحقي، انا مضطهد يا جدعان، انا بيتمارس معايا كل الضغوط عشان اسكت على السيسي، ورب الكعبه ما اسكت عليك يا سيسي، ورب الكعبه يا ابني. بس اقول لك على حاجه، انا لما خرجت من البلد دي، انا لما خرجت من مصر دي، كنت زهقت من الناس اللي حوالينا. يعني احنا عملنا ثوره عشان العسكر يجي يحكمنا تاني؟ مستحيل طبعا، كان غير منطقي، كان الواحد خلاص تعب نفسيا من اللي بيحصل في مصر. قمنا بثوره وشهداء وناس اتحبست وناس اتبهدلت عشان نرجع دين العسكر بتاعنا تاني يحكم بلادنا اللي نكتنا. لا مؤاخذه، اسف على الالفاظ. فمعلش، تعبت وقلت يا اخرج. الجزائر لازم تشوف شعبها واهلها وثقافتها، انا بحب اتعامل معاهم، انا بحب الشعب الجزائري، بحب الجزائر. السلام ورحمه الله اخويا. الله يبارك لك، الله يبارك لك، بتكلم بعد اذنك، الله يبارك لك. وش خصك؟ انا معاك في الشارع اهو، وش خصك؟ من وين نعطيك يا صاحبي؟ انا في الشارع، راني في الشارع، ربي يبارك لك، صح اخويا. المهم، ده واحد بس كان، الله يكون في عون الشعب الجزائري. ما علينا، بيطلب مساعده، وانا في الشارع مش عارف اساعد نفسي اصلا، والله يا ناس ما عارف اساعد نفسي.
بس انا مش طالع عشان استعطف حد، مش طالع لايف عشان اقول لك لا ده شوف حالتي، لا انا ليا حق وعايز اخده. زي ما عمل كده معايا المسؤول اللي بيترجم في المفوضيه، بيطبق لي فلوس في جيبي. قلت له انت بتديني ايه وانا جاي اشحت؟ انت بتديني فلوس في ايدي وانا جاي اشحت؟ انا جاي طالب بحقي، وفي تواطؤ في الامم المتحده اللي في الجزائر. لما الست تقول لي نفس الشيء، ما تقعدش بره عشان جابوا لي واحده فرنسيه ما خايفين اعتصم، وانا من ذوقي وادبي قلت اعديها المره دي، بس مش هعدي حقي. حقي عايز اخده يا جدعان. انا حقي، انا هنا في الجزائر بقول لك انا ليا حق وعايز اخده. يا اخي قلت لك عدد توطين، ضحكتوا عليا بالورقه دي. بص يا سيدي الفاضل، ضحكتوا عليا بالورقه دي. هنزل كل ده يا جدعان ومديلكم للناس كلها. بص اهو، وايصال من الامم المتحده بيقول ايه؟ بيقول لك ايه؟ يوم 22/8/2023 هيتصلوا بيا اعاده توطين عبر الهاتف. بين الكابلين هيعيدوا لي توطين بين الكابلين، مع اني من اول ما طلبت طلب اللجوء يا ناس، من اول ما طلبت ورقه اللجوء اللي كانت معايا دي، وانا قلت لهم يا جماعه انا في خطر وعدم استقرار، انا عايز اعاده توطين. ده من البدايه خدنا اللجوء، برضه عملوا معايا كذا مقابله، عايز اعاده توطين. ما حقي، بقول لك هو مش بين يوم وليله هنعمل لك اعاده توطين، يعني بين يوم وليله، بين يوم وليالي افضل مرمي في الشارع؟ لا عايز تساعدني ماديا وده حقي، لان انت بتاخد فلوس عليا، واي دوله عربيه واي دوله بتشيل لاجئين، مش انت اللي بتصرف عليا، مش انت اللي بتطلع الفلوس دي من جيبك يا جدعان، مش انت اللي بتوفر لي سكن من جيبك. انما لا، يشتغل بعرقه نوقفه من الشغل، يشتغل بعرقه ونوقفه من الشغل، يشوف سكن يسكن فيه اتصلوا بيه لازم يخرج. اعمل لكم ايه يعني؟ انتوا عايزين مني ايه؟ مش عايزني وطردتوني قبل كده وقلتوا لنا هنطردك في اول مقابلات ليكوا لما خدتوني عنيا من بيتي، تمام؟ البياري، تمام؟ وجه البيت دعدع عليا وكسر دماغ باب البيت عليا، كسر باب البيت عليا يا ناس. فانا بطالب منكم، انا طالب منكم اعاده توطين. بتضايق عليا ليه؟ ده حقي يا عم. انت ما انتش قادر تتحمل الكلمه بتاعتي، لان هنفخ السيسي واللي جابوا السيسي ومش خايف من حد. ليا حق في بلدي، وبلدي هاخد حقها وهاخد حق شعبي وهخيرنا اللي اتسرق. واحنا هبل يا جدعان، احنا هبل، وديننا ووطننا وشبابنا واجيالنا اللي بتموت دي. انا ما بص يا جماعه، انا بس عايز اقول لكم حاجه. انا شفت الموت بعيني، ادي الورقه اللي ضحكوا عليا بيها، تمام؟ لا اصلا ما كانوش عايزين يستقبلوني، وبيقولوا لي بصريح العباره كده احنا مش ما تجيناش تاني لما نتصل بيك. واخد بالك انت؟ ده قانوني. ما انا بوصل بس الناس الحقوقيين والاحرار اللي بيتكلموا، تمام؟ ده كلام. طب بالله عليك يا شيخ، وانا مرمي في الشارع كده يقول لي ما تتصلش بيا؟ انتوا مجانين يا جدعان، انتوا مجانين يا جدعان. والموظفين بقولها لكم بكرر يا جماعه، الموظفين في الخطوط الاماميه جزائريين، الموظفين من البلد يا باشا. انت بتتكلم في ايه؟ ملعوبه وفي تواطؤ. وحتى الفرنسيه اللي اتلقيت بيها اللي استقبلتني عشان تشوف حالتي وتسوي لي وضعيتي وتحاولوا يساعدوني ويشوفوا لي حل في المأزق اللي انا فيه ده، لا، بتضحك وبتستخف بيا، واحنا مقدرين شجاعتك ومتفاهمين ده. انت متفاهم ان انا في الشارع الان؟ انت متفاهم ان انا في الشارع الان؟ لا مرمي في الشارع اهو، بس ورب الكعبه ما هسيب حق. والسيسي خاين وجاسوس وعميل وابن حرام، وهنقف له، ومش هسيب حقي ولا حق بلدي ولا حق كل مصري. ما بقول لك هو ده المصري يا ابني انت وهو، ما هو ده المصري اللي ما يخافش، اللي البوليس بيعدي عليه بتاع الدوله ما يقدرش يفتح عينه، مع ان البلد غريبه. هي مش غريبه، هي بلدي، ده المفروض، بس شفت فيها الغربه. هي لان انا مسلم عربي مصري، هي بلدي، لان الشعب الجزائري حبيبي، الصالح فيهم حبيبي. ليه يا جدعان؟ والله ما كلام يا جماعه. في ناس وقفوا معايا والله على قد ما يقدروا وبيخافوا من الدوله يا جماعه. الشعب الجزائري طلعان ميتينه يا جدعان، الله يكون في عونه. مش عايز اتكلم بقى كتير عشان ما يخصنيش. انا عايز مشكلتي تتحل، انا بطالب مشكلتي تتحل يا جدعان. انا ليه اترمي رمية الكلاب في الشارع كده؟ انا ليه حق
لا سكن لا مساعدات. لما اقول لك يقول لك ما عنديش سكن. مالناش سكن عندك هنا، احنا ما بنسكنش. لا تطردوني او يصفوني عادي، صح؟ او الشرطه توقفني، تمام، وتحبسني، صح؟ صح. بقوم مكررين اللجوء بتاعكم. ها؟ هتتصل بيا امتى؟ يوم القيامه العصر؟ يا جماعه اللي بيحصل معايا مش طبيعي. والامم المتحده، انا واثق ان الامم المتحده الامه ما تعرفش الكلام ده في الفرع اللي موجود في الجزائر. واثق تماما. تواطؤ في تطبيخ لقصتي وقضيتي في الجزائر. لا انا بقول لك عايز اعاده توطين يا عم، بقول لك ده بتاخد وقت. طب بقول لك المساعدات هتيجي في شهر 10، هنشوف لك موضوع السكن ده، احنا ما بنسكنش. بس ترمي لي شويه الجرشينات. لا يا عم انا مش عايز منك فلوس، انا عايز استقرار وامان. مش عايز منك فلوس يا باشا، بس انا عايز استقرار قبل اي شيء. انت ما بتتجباش عليا في حاجه في الجزائر، انت ما بتدفعليش حاجه من جيبك، ده انت بتزنق عليا في عرقي عشان اروح اشتغل، تزنق عليا في سكنتي عشان اترمي في الشارع. هو ده شاهد عليا شعب الجزائر حبيبي. على فكره يا جماعه انا بحب الجزائريين جدا، انا من زمان دمي حامي اكتر منهم اصلا. انا دمي حامي اكتر من الحر اللي فيها، تمام. انا بحب الشعب ده وبحب الوطن ده، لان انا عشت فيه زيه زي مصر. شفت البهدله يعني شفت البهدله وقدها زيها زي مصر. انا ما كنتش في مصر يعني يا جدعان، لا بدراعي والله، وكنت بتعب وبكد وبتعب، وبحاول اعمل حاجه لنفسي. والله عيب اللي بيحصل معايا ده، عيب غير مقبول يا جماعه. انا حر يا جدعان، وحر في تصرفاتي طالما ما باذيش حد، وحر في اي حاجه بعملها هنا طالما ما باذيش حد، طالما ما بتعداش قانونك. وانا عمري في الجزائر عشت فيها 7 سنين اهو، عمري ما تعديت على حد، عمري ما غلطت في مخلوق. والكل يشهد اللي يعرفني هنا في الجزائريين، عمري ما شاف حد مني حاجه وحشه والله. انا بحب الشعب ده، فيهم طيبين كتير يا جماعه، بره عنهم الوحشين. مش عايزين نتكلم، كل بلد فيها وفيها، بس لا تتكلم على شعب الجزائر يعني تقوم تقف، صح؟ مش كلام والله. فيهم رجاله قوي، فيهم اللي شافني وصعبان عليه مش عايز يعمل حاجه وخايف من الدوله. فيهم. فايه الحل؟ الحل التواطؤ، صح؟ الحل التواطؤ وانا في الشارع، صح؟ وحياة امك يا سيسي انت وكل اللي بيخشوا يعلقوا على صفحاتنا لافشخك. انت مش راجل يالا، انت مش راجل. اطلع وش الوش، خليك راجل، خلي عندك اخلاق. المخاصمه شرف يالا. اللي مع واللي ضد ده خليك عندك شرف. انت بتقابل شرفاء واحرار يالا. كون راجل، ما تبقاش من تحت الترابيزه زي اولاد العم يا خبث اللي مشغلينكم، اللي بتاكلوا منهم الفتات. ما هو السيسي منهم، السيسي من ولاد العم يا ناس. السيسي والعسكر، حكم العسكر في ناس من ولاد العم فيهم. فوق يا عم انت وهو، فوق يابا انت وهي. ومش هسكت عنك يا سيسي، لا انت ولا زبانتك ولا اللي هيفكر يجي يحكمها ويخرجوك خروج امن. السيسي مش هترشح، ده انت جايب الدم يا سيسي، ومش هتتخلع منها الا بالدم للاسف، لان انت الفوضى، انت بتوصلها للفوضى، بيوصلكم للفوضى يا مصريين. خليكم نايمين على بطونكم وتيجي تقول الثوره هتخرب البلد، الثوره هتليك الحراميه، الثوره هتفشخ المعرصين لاكلين قوتك قوت عيالك. فانا في المفوضيه الساميه في تواطؤ رهيب، في تواطؤ لحقي، في تواطؤ لحقي. بيهددوني بالشرطه. شفت الشرطه عملت معايا ايه؟ وريتكم ورفعت لكم اللايف. انا ما رضيتش اخبط معاه، انا مش جاي اعمل مشاكل، انا عايز حقي، بس شاهدتكم على اللي بيحصل معايا. لما البوليس يقول لي روح، اروح فين يا ابني؟ يا ابني انت عارف المعنى اللي بتقوله ده ايه؟ ده قانون؟ اروح فين يا حبيبي؟ اصلا ماليش ملجأ غير اللجوء يا باشا. ماليش حد في البلد تيجي تسكن يطردك منه، الشغل يطردك. ماليش حاجه هنا في البلد يابا، مش عايز زي اي انسان يابا هنا. انت بتتكلم ازاي؟ انت مجنون؟
انت مجنون. فاللي حصل معايا في المفوضيه الساميه لحقوق الانسان الامم المتحده الفرع اللي هنا في الجزائر، في تطبيقه وفي كسب وقت، بيكسبوا وقت والله يا ناس، والله بيتواطئوا، وعندي استعداد اواجه اي حد لاني مقعديني من الصبح لحد العصر وانا مرمي. اخرجوا لي، استنى عشان نقدر نساعدك دلوقتي. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش؟ شهر 10 ما نقدرش نقدم لك مساعدات دلوقتي. طب يا جدعان انا اروح فين طيب؟ اروح في الشارع زي ما انتم شايفين كده، انا في الشارع بس عينيك يا كسيسي، والله ما سيبك يا ابن المتناكه، والله يا ابن النكناكه ما سايبك انت والمعرضين اللي في مصر. مش خايف يا جدعان، انا اهو في الشارع، في الشارع عادي يا ابن الوسخ يا سيسي، وانت قاعد في الاصول وقاعد عمال تتفسح من السيده نفيسه، ها، وعمال تشتغلنا وتشتغل الشعب الاهطل ده. لا مؤاخذه، شعب مصر يهطل، ها، عمال يتمشى وسابك انت تصرخ. شعب عنده طيبه بسذاجه، ما شفتش شعب عربي كده يا جدعان والله. الشعب المصري ده بكلمه تاكله. بس انا مصري ما فيش حد ياكلني بكلمه، انا صايع حبتين يعني. لازم الصايع مع ميتين ابوهم ولاد الحرام ولاد الزنا اللي بيحكموه، اللي ماكلينك التراب، وبسكوتكم اتأذينا بره وجوه، اتهنتوا جوه فبيهنونا بره بقى. ما اهانه ليا ان انا اقعد في الشارع كده، امال ايه؟ بتتكلم ازاي؟ لا والحمد لله مرمي في الشارع بقى، لا بتسول ولا حاجه، الحمد لله. غيرت هدمتي وعرفت اتصرف ازاي، استحمى، ها، والبس لبس. امال ايه؟ افضل زي ما بيقولوا ولاد الزانيه، ها، هتتسول في الشارع؟ لا يا كس امك، ده احنا نضاف قوي يالا، ورجاله قوي وبشوات، احنا اصل البلد يا معرصين. ادي قصتي وادي حكايتي. فاتمنى منكم يا جدعان توصلوا الكلام ده للحقوقيين بره، توصلوا الكلمه ده يا جماعه. يا جماعه انا ليا حق، انا بكلمك عن حقي. ما هو انتوا اسكتوا عن حقكم بره، اعمل عليك جوه، اعمل عليك لواحد منكم بره كمصريين وكعرب وكمسلمين. ما انت سكت المره دي عليا، هيسوقوا فيها ويعملوها مع اي عربي. على فكره اي عربي مسلم بيتكلم عن حق بلده مش هيسكتوا عليه، هيجيبوه برضه. فما تخلوهمش ينفذوا مخططاتهم وكتم الافواه بسكوتنا. يابا انا خلاص ميت مش فارقه معايا، ممكن يصفوني. ده ولاد حرام، ده ولاد حرام، ده متدربين في الموساد يا باشا. اللي بيحكموك في مصر ممكن يصفوك، امال ايه؟ وحاولوا مع الناس قبل كده في مصر وفي تركيا، يصفوا المصريين معارضين. ممكن وانا ماشي بعدي الطريق عربيه خبطته، حادثه، الله يرحمه، الله يرحمه. صح يا دولتنا الجزائريه الجميله. يا اخي انا بطالب منك سهل لي الامور يا رئيس تبون. انا مش عايز انتوا طردتوني، رجالك قالوا لي اطلع بره البلد، قلت لهم يا جماعه سهلوا لي، ساعدوني. طيب انتوا، والله قلت لهم في الاول لما كنت واخد طلب اللجوء، واحد فيهم بيقول لي انت ذكي جدا، قلت له انت شايفني غبي جاي من ورا الجاموسه يعني؟ لا مؤاخذه مع احترامنا يعني للبهايم اللي عايشه في مصر، لا مؤاخذه في بهايم كتير، تمام. فقلت له يعني عيب، يعني مش عايزيني عيب لما ابقى مسلم وتقول لي نطردك بره الجزائر. يا عم ليه كنت عايز تسلمني لاي دوله عربيه مسلمه؟ ليه موريتانيا؟ ما النظام مستنيني في المطار. انتوا بتضحكوا على مين يا جدعان؟ انتوا فاكرين موب؟ ليه كنتوا عايزين تسلموني على حدود تونس؟ كنتوا عايزين تمضوني ورق. ده حصل معايا يا جدعان والله في الحجز، ومساومات كتير وضغط ولعب على اعصاب. بس على مين؟ على مين يابا؟ انا ما اتنازلتش عن مبادئي ولا عن حقي، ولا عن حق بلدي، ولا عن حق ناسي الطيبين. لان البلد دي اللي اسمها مصر عشت في وسطيها انا، فيهم ناس طيبين يستحقوا الواحد يدافع عنهم ولو بالكلمه. اعظم الجهاد عند الله كلمه حق امام سلطان جائر ظالم. لو ربنا مكننا بايدينا هنقف ونتصدى للخيانه ونرجع كل اللي ضاع مننا بوحدتنا، ولازم نطلع على الشعب المصري تما يطلع على الخان الجاسوس، واي كلب يقف بالسلاح قصادك فلقاسه. انا بقول لك فلقاسه، عبيله واديله في الشنب بتاعته، اللي بيشرب زيت خروع
وعامل راجل علينا في الاخر يابا. السلميه دي في الملوخيه، هات حقك بايدك. خلينا ننزل ندافع عن بلدنا بدل البهدله والمرمطه دي. ها انتوا بقيتوا في الشوارع مشردين، واللي بيدافعوا عنكم مشردين. ها ونسكت نفضل نتشرد لغايه لما يشيلوا اسم مصر دي من على الخريطه زي ما عملوها مع فلسطين. ادخل كده على جوجل ايرث، ادخل على جوجل ايرث هتلاقي الدوله المحتله، الكيان المحتله، الدوله المزعومه بني صهيون. مصر هتبقى كده، مش هيبقى ليها اسم اصلا. والله مصر قوي يا جماعه، هي المخطط كله، وحكيت لكم وشرحت لكم ولاد العم بيعملوا ايه. مصر هي المخطط، مصر هي عمود المنطقه دي كلها. عشان كده بيهينوا المصريين في كل مكان. وصلت؟ انا ليا حق في المفوضيه الساميه، كارنيه اللجوء اهو، تمام؟ ويقولوا لك انساني، مش من حقي السياسي، واخد بالك؟ ما انتوا بتعملوا معايا ليه كده اصلا؟ ها؟ وتديني وصل تقول لي اكلمك في التليفون يوم 22. ها؟ اعمل بيه ايه ده؟ وانا في الشارع. طب افرض انا يعني النت فصل عندي، اشحن منين؟ ها؟ اشحن الخط منين عشان ما يفصلش مني ويروح مني الخط؟ تيجي تتصل بيا تقول لي احنا اتصلنا بيك. انت تشتغل نفسك. انتوا لاعبينها معاهم هنا. ها؟ وبيتضغط عليا هنا. وحقي مش هسيبه هنا. والله لازم اخد حقي. تمام؟ لاني اولا حضرتك انا هنا في الجزائر طالما لاجئ توفر لي سكن وتوفر لي مال وما بتدفعش من جيبك يا فندم. اسمع بس اقول لك، تعالى، مش من جيبك. انت ما بتتجباش عليا. ها؟ انت ما بتتجباش عليا. الله المستعان. اللي بيحصل معايا في المفوضيه عشان اقول لكم السلام عليكم. تواطؤ. لما يقول استنى قلت لهم هصعد الموضوع، بدايتها هيبقى اعتصام. انا واضح وصريح. لما لقيتهم مش عايزين يستقبلوني اصلا، تمام، ولاطعيني بره. ولما يجي منهم مسؤول، انا عارف شكلك على فكره، واجي لك تاني. انا عندي استعداد اوجهكم كلكم في الامم المتحده نفتح تحقيق، والنشطاء يسمعوا كلامي في ده. انا عارفكم شكلا واسما وكل شيء. هفتح تحقيق معاكم الجزائريين والفرنسيه اللي دخلت. ما كله مفهوم. اما كله مفهوم يعني انت لما بتترجم يا اخويا الجزائري، لما كله مفهوم بتترجم للفرنسيه ليا. لما كله مفهوم ايه؟ وانا قاعد في الشارع لما انتوا فاهمين. اصل الحاجات دي بتاخد وقت. لا دي بتاخد وقت في بلادنا العربيه. وقعد في خطر. تقولوا الحاجات دي بتاخد وقت. يعني السكن دي حكايه وقت. هم ما اتصلوش بيك عشان يساعدوك جمعيه معرفش ايه؟ لا يا اخوي، ما حدش اتصل بيا. انتوا منفضين. انتوا عايزين ترموني في الهويه. انتوا عايزين تخلصوا مني باي شكل. ليه الاخوه الجزائريين اللي في الامم المتحده ليه بتعمل معايا كده؟ مع انك انت عارف ان انا على حق يا حبيبي. ليه يا فندم؟ ليه؟ موظفين مكاتب اماميه في الامم المتحده يا جماعه جزائريين، عشان يجيبوا لي واحده فرنسيه اتكلمت بالفرنسي وهو ترجم. ايه يا عم في ايه الكلام ده؟ عيب يعني. عيب. ده انا بقول لك تقول لي مفهوم، تقول لي دايما تقول لك مفهوم. ده هو نفسه الاخ الجزائري قال لي انا عارف بس مش عارف اعمل لك ايه. انا عارف انك على حق. طب اعمل ايه؟ اللي بايدي اعمله. بيطبق فلوس في ايدي يا جدعان. ايه ده؟ ايه قله القيمه دي يا جدعان؟ انا مش جاي اشحت يا جدعان. يا جدعان انا ليا حق وعايز اخده. انا عايز اعاده توطين يا جدعان. افهموا يا جدعان. انا لسه شاب بقدر اشتغل واكون نفسي في بلد تحترمني، في بلد تحترمني وتحترم ان انا انسان. والله يا جدعان الموضوع مش موضوع اكل مش موضوع سكن. انا ممنوع. بعد ما تقال لي تطرد من البلد، احنا هنطردك في الاول. خلاص قلبي شال، قلبي وجعني. تطردني بلد مسلمه. انا بقول له انت هتطرد مين يا عم؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا جدعان؟ تطردني في الاول خالص لما استدعوني وجم خدوني من البيت وكانوا يكسروا الباب 4 عربيات
متفيمين ولابسين ملكي. يا جماعه الكلام ده انا في تفاصيل لسه ما حكيتهاش، بس انا مش عايز مشاكل مع الدوله الجزائريه. انا مش عايز مشاكل انا في الجزائر، ما عنديش خصومات انا يا جدعان معاكم، بس انتوا ليه من تحت لتحت عايزين تخلصوا عليا؟ طب انا قعدت لك في الشارع يا فندم، انا قعدت لك في الشارع، ايه المطلوب مني؟ اسكت صح؟ طب والله ما سكت على السيسي خان العميد، ولو الشعب المصري تما ما خرجش عليها يموت كله والله. والعسكر احذروا عسكر مصر، لان يتقال لي يا جدعان ما يتكلمش على حكم العسكر، والله اتقال لي هنا ما يتكلمش على حكم العسكر. لا والله العسكر خوانه يا جدعان، وربوا كروشهم على حسكم وعلى خيركم وعلى خير بلدكم وخير اجيالكم. والله وبيهربوا دلوقتي وبيحاولوا ينطوا من المركب وبيهربوا عيالهم وبيهربوا فلوسكم بره، زي ما عمل حسني وعلاء مبارك وجمال مبارك. بس بسيطه يعني، وانت قاعد عمال تقلل وتطبل. البلد دي مش هيقوم لها قومه لما الشعب ده يبقى على يقين نهائي واساسي ان الهبه شعبيه، وقوف على الارض لاسترداد الحقوق جميعا، حقوقنا جميعا اللي راحت واللي اتاخدت وانت عايش واللي لسه هياخدوها طول ما انت ساكت. ان راجل يالا يا موريس، يالا يا ابن الصهيونيه، انا ارجل من اي واحد في بيتكم، مش للي حاكمكم يا كلاب. في بيتكم ارجل من امك وابوك اللي جابوك. خاين عميل ليه؟ انا اللي فرطت في النيل، انا اللي فرطت في الغاز، انا اللي فرطت في خير ومقدرات مصر لشعب مصر. خاين وعميل مين؟ الخاين والعميل المعرس ابن المتكه اللي بيحكمها، العرس القزم الحساله الزباله ابن المرة المومس عبد الفتاح السيسي، هو ده الخاين العميل يا ابن الخول. انت وهي يا اللي داخل تعرس، ما تشتموني ليه يا متناكين؟ عملت لكم ايه؟ نكت امك؟ فلعست اخوك؟ ده انت راجل عرس ومره شرموطه صحيح، ولاد عم وعالم حراميه جعانه بما سمى انهم مصريين وشعب مصر، ولاد عم بيحكموك، بيرموا لهم الفتات الكلاب الجعانين، واحنا مش ساكتين لا على حقي والتطبيخه اللي بتحصل ليا هنا، ولا على حق بلد. واذا كنتوا بتضغطوا عليا عشان اسكت مش هسكت يا جدعان، والله ما انا ميت مش ساكت. افهموا بقى، انتوا واكلين تب. سيكولوجية العربي المصري ده اللي بيخاف ويكش ده، انا مش منهم. انا السيكولوجية اللي درسها لينا الحكومات والحكام مش منها. انا حاطط روحي على كفي، واشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمد رسول الله. افهم بس انت وهي، خلصت وجبنا النهي. حقي مش هسيبه، وهرجع للامم المتحده، واي عسكري اي ضابط هيقول لي روح هرفع الكاميرا وهقلب الدنيا، وده حقي. واللي هيمسكوا اللي هيمسني فيكوا هتبقى مش هتعدوا. انا اصلا ما بطيقش اللي في مصر وقله ادبهم، ما بطيقهمش، وعيني بيك حواسه عليهم كده اصلا. خلصت يا جماعه، وصلت. بس حقي مش هسيبه، خلصانه بشياكه. انا عايز اعاده توطين واخرج حالا، لان انا في خطر وممكن اتصفى في اي وقت، لان انا في الشارع يا فندم. وصلت؟ السلام عليكم. الكل حر وحر، وكل ناشط، وكل حقوقي يوصل الكلام ده ليه. ده دورك، عشان انا مأذي. تحية لشباب الجزائر، تحية لشباب الجزائر، حبايبي. وصلت؟ الله المستعان. كس امك على كس ام فرج، ده انا هنيكك انت وفرج يا نادر. يلا مش هسكت، يلا ما انت عارف. الله المستعان. حقوقك تاعك تديهم باذن الله، بعون الله. حبيت نجي ورا دور حقوق حقوق تاعك تديهم مكاش خويا. الشعب الجزائري ده هدول شباب الجزائر. حبيبي خويا خاوه ربنا يصلح حالكم وحالنا.
ربنا ينصر الشعوب المسلمه والعربيه في عين واحد، وخلصنا من الهم والتوغيط اللي راكبه دين ابونا اللي هتصفينا كلنا. انا عايز اخرج، انا عايز اخرج من البلد هنا. ما عنديش عداوه مع حد، ما عنديش مشكله مع حد سياسيه، مشكلتي مع بلدي. وانت ليك مصالح معاه ما يخصنيش. سهل الامور يا باشا، والسلام عليكم، وفرصه سعيده، وانا سعيد ان انا عشت في الجزائر الفتره دي لان شعبها يستحق. تحيه للجميع، انا مش ساكت على حق. وصلت يا ناس؟ انا عايز اعاده توطين يا جماعه، وطلبت بيه من البدايه. تمام؟ فالله المستعان. السلام عليكم. وصلوا الكلمه دي لكل حر وحره في كل مكان، عربي مسلم مصري، لكل عربي مسلم مصري ناشط حقوقي مكملين وعلى حقنا مش ساكتين. الله المستعان، اذا كان ليا ولا لكل واحد فيها، من المحيط للخليج، وفي القلب منها حبيبتنا الغاليه مصر. السلام عليكم. انا في الشارع يا حبايب. مسا على الجميع، مساكم نصر على حريه عزيمه على الاراده. السلام عليكم.